متابعين قناة منوعات أبو السوم على اليوتيوب، رجعنا لكم في حلقة جديدة عن فوائد للشعير. هنتكلم عن فوائد للشعير، كيفية استخدام الشعير، وكمان مفيد جدا لمرضى السكري، وحنحكي طريقة غلي للشعير. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم إن شاء الله حتكون عن فوائد الشعير. كما تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بالشعير، فكان يوصي نساؤه عليه الصلاة والسلام عن الشعير واستخدامه بنخالته، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالتلبينة فإنها تجم فؤاد العليل. والتلبينة هي يعني شيء من الشعير، يطحن هذا الشعير ويستخدم غذاء ودواء، وله فوائد عديدة. الشعير كما تعلمون أحبابنا الكرام والمشاهدين والمتابعين عبر هذه الصفحة الجميلة، بنقولكم الشعير له فوائد جميلة جدا جدا جدا. فالذين يعانون من تنمل الأطراف والخدلان في الأطراف استخدموا ماء الشعير. الذين كما نعرف يعانون من التهابات البول الحادة، فبنقول لكم علاجكم الوحيد بشرب ماء الشعير. كما أن للشعير فوائد عظيمة جدا جدا جدا. الذين يعانون من مرضى السكر بنقول لهم استخدموا الشعير، فهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين. وللشعير فوائد عديدة، إذا ما تحدثنا فله أكثر من 40 فائدة، ويكفي شرفا أنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالشعير ونخالته، وهذا هو الشعير الذي أوصى به الحبيب عليه السلام. وفوائد الشعير له فوائد عظيمة جدا، فأنه مقوٍ عام بشكل عام للجسم، كما أنه مضاد للبكتيريا الضارة في الجسم، كما أنه يقضي على الأمراض المزمنة. وكما أن الشعير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوي الأعصاب، الذين يعانون من برودة في الأعصاب فإنه يعمل على تقوية الأعصاب. وإذا ما تحدثنا عن الشعير فله فوائد جمة. الناس الذين يعانون من البشرة والنمش بنقول لهم مطحون الشعير عندما يخلط ويوضع ماسك على الوجه، فإنه يعمل على تنقية هذا الوجه من الشوائب. الشعير له فوائد عظيمة، يساعد على القضاء على التهابات الحلق إذا استخدمناه بحكمة. وأما الأمر الذي يسأل عنه كثير من الناس، كيف نستخدم الشعير وكيف نعالج أنفسنا بهذا الخليط الجميل، بنقول لكم فوائد عظيمة. هناك فوائد جمة، أضرار ما فيش الحمد لله. ويكفي شرفا أنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين: عليكم بالشعير ونخالته فإنه يجم فؤاد العليل، أي يصلح قلب المريض. فبنقول لكم يا حبايبنا كرام مشاهدينا ومتابعينا عبر هذه الصفحة الجميلة، بنقول بدنا نجيب ملعقة من الشعير، نقوم بغليها بالماء، وبعد أن نغلي خليط الشعير بالماء بعد مضي 4 دقائق نصب هذا الخليط في كأس من الماء ونقوم بشربه، ولا نضع عليه أي شيء من أنواع السكريات، حتى بإذن الله تبارك وتعالى نحصل على الفائدة العظيمة الجميلة. وبنقولكم يا حبايبنا كرام، الناس اللي بتعاني دوما من الحم في داخل تجويف الفم، عندما نترغرغ بماء الشعير فإنه يقضي على الالتهابات في داخل الفم، وهي الحمية الباطنية التي تظهر في التجويف داخل الفم. حبايبنا الكرام، للشعير فوائد كما أسلفت لكم، فهو يحتوي على فيتامين د وفيتامين بي المركب، كما أنه يساعد على تقوية هشاشة العظام. أبشروا خيرا، ودوما بنقول كما وصف النبي لنا هذا العلاج الجميل. عليكم بالشعير. طريقة غلي للشعير: نحط المية، نحطها على الغاز، وبنضيف
3 معالق من الشعير الكبار أو 4، وبنخليهم يخبطوا على الآخر، ياخذ غلوة منيحة. الغلي بيكون لمدة 10 دقائق. لازم الشعير يغلي زي هيك، لما يغلي زي هيك بنوطي على الآخر وبنطفيه وبنخليه 5 دقايق. يما ايش يصير فاتر بنصبه في كاسة مية وبنشرب كل يوم كوباية على الريق وكوباية آخر النهار.